طبعا النهارده طلعت قرارات اللجنه الاولمبيه وطلعت خالص عكس ما كان متوقع النادي الاهلي. عايز اقول لك انها طلعت بقرارات كارثيه على النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يعني احنا لو حسبناها الاهلي دلوقتي يعتبر خسر كل حاجه، يعني خسر السقط واللقط زي ما احنا بنقول. اولا الاهلي هيتخصم منه 3 نقط بسبب الماتش اللي هو بسبب الماتش اللي هو انسحب منه ده، اعتبره مهزوما 3-0. تاني حاجه اللي هو بعد عن المنافسه بشكل كبير. تالت حاجه ان هو هيتخصم منه 3 نقط كمان في نهايه الدوري. يعني انت لو جيت بصيت لها كده هيبقى الفرق بينك وبين بيراميدز 4 نقط، لما يتخصم 3 نقط في نهايه الدوري هيبقى 7 نقط، الفرق بينك وبين الزمالك نقطه واحده. فدلوقتي انت الدنيا باظت معاك خالص، وكل ده بسبب قرارات الخطيب. دلوقتي يا جدعان القرارات بتاعت الخطيب ديت لها شقين. الشق الاول ان هو ممكن يكون ده كوبري، زي ما قال محمد العدل اللي هو كان رئيس قناه الاهلي السابق. قال ان اللجنه الاولمبيه فاكره ان الاهلي هيستند على القرارات دي، وكله فاكر ان خلاص الاهلي خد القرارات ديت، والاهلي مش عارف اصلا من الاول اذا كانت القرارات دي هتتقال ولا لا. لا، الاهلي عارف. الاهلي عارف كل حاجه، وعارف كمان ان اللجنه الاولمبيه مش هتحكم في صالحه، وان هي هتلتزم باللوائح بتاع الرابطه. ولكن هو كان واخد اللجنه الاولمبيه ده كوبري، ودليل على كده ان هو راح للجنه الاستئناف عشان التسلسل القانوني، عشان لما يطلع للمحكمه الرياضيه يبقى ورقه متستف. ده شق. الشق الثاني بقى اللي هو ان الاهلي هيرجع يكمل الدوري تاني، زي ما في كلام اتقال ان لجنه التخطيط قالت لمجلس الاداره ان احنا نرجع نكمل الدوري. طبعا لو رجعنا كملت الدوري ده هتبقى مصيبه، لانك انت كده في الوقت ده خدت قرار كارثي. انت هتخلي الكل يهيج علينا، وانت دلوقتي بقيت بصراحه هتخلي الكل يتجرأ عليك بعد كده، لانك كده ضيعت كل حاجه. اولا ضيعت مبادئ النادي الاهلي في حاجات كتير لما دخلت امام عاشور، دي حاجه واحنا سكتنا وعديناها. تاني حاجه انت دلوقتي قلت قرار تاريخي كارثي. طبعا موضوع الانسحاب ده احنا عارفين مين الفريق اللي بينسحب، هو اسمه المنسحب اصلا او المسحوبه. وبعدين انت دلوقتي تديهم فرصه ان هم يطلعوا يقولوا ان انت انسحبت وحنفي ومش حنفي والكلام اللي بيتقال تحفيليا ده. فانا بالنسبه لي ده هيبقى قرار كارثي. انا بالنسبه لي لو الاهلي رجع كمل الدوري تاني كده يبقى محمود الخطيب بالنسبه لنا يعني يا يقدم استقالته، يا اما كده شكرا على مجلس الاداره، لانه كده حطينا في مأزق جامد جدا وضيع مننا بطوله الدوري اول حاجه. يعني هو ادى الدوري البيراميدز على طبق من ذهب مش من فضه كمان. دي الحاجه الثانيه. تعالى بقى نروح لاحمد حسام ميدو واللي هو بيعمله. احمد حسام ميدو يا جدعان طلع بيصلح اللي ممدوح عباس عمله. طبعا انتوا عارفين ممدوح عباس في البوست الاخير اللي نزله لما كان بيهاجم والد زيزو، وقال ان ابنك مش سلعه او بضاعه انت بتسوقها. وقال كمان ان ابنك مش بنت ان انت بتزوقها وبتجملها علشان تسوقها او عشان تبيعها للي يدفع اكتر او الكلام ده. طبعا كل الكلام ده كان مخالف طبعا لممدوح عباس او لمبادئ ممدوح عباس اللي هو دلوقتي يعتبر رئيس النادي الشرفي اللي بيعمل كل حاجه في النادي. الكلام ده يا جدعان اتقال لوالد مصطفى زيزو. والد مصطفى زيزو رد عليه في كومنت كده وقال له رد هيبقى قاسي جدا. الرد القاسي ان زيزو خلاص وقع في الاهلي، بس هنتكلم فيها بعدين. خلينا نتكلم في احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو نزل بوست وعمال يقول بقى الاب الروحي ومش بالاب، اللي هو من الاخر بيصلح اللي ممدوح عباس بيعمله. ولكن طبعا زيزو مش هياكل من الكلام ده. طبعا ميدو في الاخر وفي الاول في الاخر بيحكها علشان والد مصطفى زيزو ما يبيعش زيزو للاهلي، لان زيزو لو راح الاهلي هيبقى قرار كارثي او هتبقى صفقه كارثيه على نادي الزمالك، زي ما خدنا منهم قبل كده بن شرقي وامام وكهربا سلسله بقى سلسله. انت فاهمني؟ عد يعني زيزو هيبقى اخر واحد خدناه من نادي الزمالك وصفعناه على وشه. تعالى بقى نروح لتوقيع احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو بنفسه قال لمدرب المنتخب ان انا وقعت. ده غير كمان ان في صحفي موثوق اسمه محمد شوقي قال ان احمد زيزو خلاص وقع للنادي الاهلي وكل حاجه. في اخبار كمان جت وقالت ان الاهلي كان ناوي يعلن عن صفقه زيزو بعد قرارات اللجنه الاولمبيه على طول، وطبعا عشان يصالح جماهيره. ما هو الخطيب مش هيعرف يصالحنا الا بحاجه زي دي، ان انت تجيب لنا زيزو عشان ننسى قرار الانسحاب. ولكن اقسم بالله انت لو جبت ميسي وكريستيانو رونالدو مش هيخلونا ننسى قرار الانسحاب، لان هيبقى ده نقطه سودة في تاريخك لو رجعت كملت الدوري تاني. انما لو انت عامل كل ده كوبري عشان تطلع للمحكمه الرياضيه ويجي لنا قرار في صالحنا ماشي، لو ما جاش قرار في صالحنا تكمل على الانسحاب واحنا هنفضل في ظهرك. انما ترجع وتصغرنا فديت هتبقى مشكله كبيره جدا على النادي الاهلي. انا بالنسبه لي يا جدعان كل اللي بيحصل في الكره المصريه ده اصلا عبث والاتحاد والرابطه هم اللي مبوظين الدوري اصلا. ولكن ما علينا. انا بالنسبه لي كنادي اهلي خدت قرار المفروض ابقى قده. وبعدين تعالى دلوقتي لجنه التخطيط لما تيجي تقول لك ان انا لازم مجلس الاداره يكمل النادي الدوري علشان الخسائر اللي بعد كده، وهنخسر 500 مليون جنيه وهنخسر رعايه في كاس العالم للانديه، وفي رعاه هيسيبونا واحنا رايحين كاس عالم انديه و لا، انت قبل ما تاخد قرار الانسحاب انت عارف كل الكلام ده وكل الخسائر اللي هتيجي وهتتراكم على القرار اللي انت قلته ده. ولو انت مش عارف يبقى انت مش دارس، وده قرار كارثي. يبقى ده قرار طالع مش مدروس ومش عارف ابعاده السلبيه.
انت فاهمني؟ ولكن في الاول وفي الاخر انا هفضل في ظهر الاداره لو ثبتت على موقفها، الاداره رجعت في كلامها وكملت الدوري. انا بالنسبه لي محمود الخطيب كتر الف خيرك كده، حلو قوي، واتمنى ان احنا نشوف رئيس نادي بعد كده يرجع لنا النهج اللي كان ماشي عليه حسن حمدي وصالح سليم الله يرحمه.